معلش يا جماعه، في حاجه بس مضايقاني. في نكشه حصلت كده، مش فاهمها، يعني مش فاهمها. وبصراحه المره دي هي من زملكاوي، او المفروض انه ينتمي للاعلام الزملكاوي. انا ما اعرفش والله، هو مقدم برامج ولا صاحب صفحه كبيره على اليوتيوب، ما اعرفش ايه كينونته يعني، ولكن مش مهتم ان اعرف حتى. بص يا باشا، اللي حصل ايه؟ في احد الاشخاص يعني نزل بوست محترم كده، قال لك ايه يا رجوله بقى؟ قال لك ان انت بتلومني على ايه؟ انا خسران وانا بص ترتيبي الكام، انا في المركز الثاني، انما انت في ال 13 يلا. يعني هو صيغه الكلام كده، وما كتبش كده باللفظ، ولكن صيغه البوست كده. يعني هو انا بس عايز اوضح، انا اللي غاظني مش هو اللي غاظني، التفاعل، وان في ناس بتحفل وانا خسران. انت بتحفل على ايه يا رجوله؟ وبعدين ما بالراحه طيب. الراجل ده لعب 4 ماتشات، اللي هو الاهلي. الاهلي لعب 4 ماتشات، مش 5 زينا، فاهم؟ فلو الاهلي كسب هيبقى 8 نقط وانا 10. فانا زايد في ايه؟ ده هم فرق 2 بونت وانا لسه ما لعبتوش اصلا، والعبه في الجوله التاسعه. سيبك من ده. طب تعالى كمان، هو تدارك الخطا ومشى ريبيرو، فبالتالي احتمال كبير يجيب مدير فني جامد جدا. ولو اتفرجت على الشوط اللي فات هتعرف هو جاب مين، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي هينزل، يا واخد بال حضرتك ازاي؟ فقدر يفهم فين الغلطه والديفو بيعمل اهو. انا بقى الفرق ما بينه وبينه 2 بونت. يعني انا مش احسن حالا منه ولا حاجه، بل بالعكس اسوأ، لاني ما بستحوذش على الكوره، والهويه بتاعتي ضايعه، وبقف ادافع قصاد اي فرقه، وما بتحركش ان انا ماشي فريرة حتى الان يعني. طب يبقى ازاي؟ يبقى انا بحفل ازاي؟ طب ولو بعد التوقف الدولي جيت انا بقى خسرت من مصري وبقيت في المركز السادس ولا السابع؟ ما هو دلوقتي اللي بيخسر ماتش بينزل، وهو جه كسب انبي اداهم 4 ولا 5 وركب الدوري. هيبقى ايه يعني؟ ايه ردك بقى؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ فاهم قصدي؟ هزقت نفسك وهزقتنا معاك ليه طيب؟ يعني ما هو بالعقل، صح ولا لا؟ انا افهم الكلام ده لو انا كنت كسبت وبقيت فرق ما بيني وما بينه مثلا 5 بونت ولا حاجه، وابقى قابلني بقى لما تلعب الماتش المؤجل بتاعك دوت، ونشوف ما بيننا الكلام. لكن انا ما كسبتش، وغير اني ما كسبتش ما بلعبش حلو. يا راجل، ده انا في 5 ماتشات انا ممكن اعدلك الفرص مش الاجوان اللي احنا عملناها على الجون. راجل بجد بيدربنا مدرب عنده جبن هجومي واضح، ولازم يمشي يا جماعه. الناس اللي لازم الراجل ده يمشي زي ما ريبيرو مشي، والا احنا هنخسر من مصري وهيمشي بعد ما الموضوع يبقى انتهى. سلام.